تعالوا نعمل مع بعض الطحينة ونحارب الغلاء. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. الطحينة سهلة جدا وممكن نعملها في البيت بكل سهولة. احنا بنجيب سمسم مش محمص، وبنجيب كوباية دقيق وكوباية الا ربع زيت، بس كده. هنضربهم مع بعض بالطريقة اللي احنا هنشوفها ديت، وهيبقى عندنا طحينة ما شاء الله تحفة وجميلة. ومش مجرد عيش مبلول ولا حاجة، لا ده طحينة بجد، وفيها سمسم وفيه كالسيوم ومفيد للعظم، مفيد للكبار الصغيرين. المهم، احنا بنحط السمسم على النار وبنحمصه تحميصة كده في السريع يعني، وبعدين بنضربه في الكبة وبنطحنه حلو. في الأول مثلا هنديله طحنة كده كويسة، هيكون لسه مش قوي، فنطحنه تاني لغاية لما يبقى ناعم خالص. هو هنا ما كانش لسه هو ده المستوى اللي عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. هنا بقى ناعم خالص وتقريبا يعني أنعم حاجة يعني في الكبة. وجبت كوباية الدقيق اهيت، هنحطهم الاتنين وهنحط معاهم الزيت في الخلاط، في شفشق الخلاط، وهنضربهم كويس لغاية لما يمتزجوا جدا ويديني نفس القوام بتاع الطحينة اللي احنا عارفينه، اللي هو اصلا زي الطحينة الجاهزة اللي احنا بنشتريها من بره. طبعا احنا عارفين دلوقتي كلنا الاسعار بقت عاملة ازاي، والبطرمان الطحينة الصغير وصل لكام والكبير وصل لكام الله المستعان، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. المهم احنا علشان خاطر نعمل حاجة في بيتنا نظيفة ومتأكدين منها ومش قلقانين خالص، هي مثلا السمسم كان نظيف ولا مش نظيف، احنا في بيتنا بنعمل بإيدينا أحسن حاجة وسهلة وإن شاء الله موفرة كمان. هنا حطيناهم كلهم في الخلاط وهنضرب كويس لغاية لما يعني الموضوع كله يكون يعني سهل خالص، مفيش أي حاجة، لغاية يبقى ندينا نفس بالظبط القوام بتاع الطحينة اللي احنا بنشتريها من بره. تمام زي الفل. وعلى فكرة لما تعملوها وتجربوها يعني اكيد 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 هتفهموا بالظبط الفرق في ايه. انا هنا كنت عاملة شاورما فراخ، وعملت طبعا طبق الطحينة وبالليمون والملح والكمون والحاجات دي الحلوة دي. وبحب اعمل الحركة دي، اللي هو بعد ما الشاورما خلصت بنزل عليها الطحينة في نفس الصينية بتاعتها واقلبها، وبعد كده ناكلها. ألف هنا وشفا على قلوبكم، وتابعوني أنا دينا الشناوي، وده مطبخ دودي. مع السلامة.